اهلا بيكم في وصفة من قلب المطبخ المصري. النهاردة هنعمل طاجن العكاوي الاصيل بتتبيلته السرية وطعمه اللي بيرجعنا لزمن الاكل الحلو. خليكم معايا خطوة بخطوة وهتشوفوا النتيجة اللي هتجنن. يلا بينا على الطريقة نشوف المقادير هتكون ايه. هنجيب بصلتين كبار مقشرينهم منضفينهم كويس وهنقطعهم جوانح او شرايح عريضة زي ما انتوا شايفين. بصلتين كبار مكوناته سهلة جدا وموجودة عندك في بيتك. هنقطع البصل بالطريقة دي لحد ما نخلص الكمية كلها. هنا اعتبر خلصنا البصلتين الكبار. هنبتدي نقطع بقية الخضار. دي اخر حتة في البصل. كده عملنا البصلتين هنحطهم في طبق وهنبتدي نكمل تقطيع بقية المكونات. هنجيب بقى قرن الفلفل. انت ممكن تستعملي ايها نوع من الفلفل، الوان الاحمر الاصفر الاخضر، الثلاث الوان. انا استعملت اللونين دول بس، الاخضر والاصفر. انت عايزه تعملي الثلاثه مفيش مشكله خالص. كده قطعنا الفلفل كله. هنبتدي بقى نمسك الفلفل الاخضر ونقطعه بنفس الطريقه وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. هنقطع هنا بقيه الفلفل بالطريقه دي، عبارة عن شرايح كده متوسطة السمك. كده خلصنا الفلفل. هنبتدي بقى اخر حاجة هنقطع البطاطساية بقى هنقطعها مكعبات تخينة. ليه بقى مكعبات تخينة؟ عشان لما تحطيها في الطاجن مع اللحمة تاخد سوى اللحمة ما تتهريش. فاهمين قصدي؟ يعني ما نقطعهاش رفيع خالص لان العكاوي بتاخد وقت في الفرن والبطاطس بتستوي بسرعة، فلازم نقطعها تخينة شوية عشان تاخد سوى اللحمة. كده خلصنا البطاطس. هنحطها في طبق وهنبتدي نجيب بقى الطاجن اللي هنشتغل فيه. عندك طاجن تحطي، عندك صينية تحطي، اللي موجود عندك مش هيقول لأ. بصوا هنا بقى حطينا أول طبقة البصل ونسويه بالطريقة دي وهنحط عليه شوية توابل عبارة عن رشات خفيفة. ليه رشات خفيفة؟ لان انا كل طبقة هحط المكونات دي التوابل. ليه؟ عشان ما تاخدش طعم زيادة اكتر. يعني عايزة التوابل تكون حلوة خفيفة تحس بيها، بس تكون خفيفة ما تبقاش زعقة في الاكل. واخدين بالكم؟ هنحط رشة حبهان، رشة فلفل اسود، رشة بهارات والملح. هما دول بس اللي هنحطه. حبهان، بهارات، ملح، فلفل اسود. هنبتدي بقى نرص الطاجن بالطريقة دي. انت حسب بقى يعني العكاوي اللي عندك كمية كبيرة يبقى تحطي في طاجن كبير وتزودي كمية الخضار وكمية التوابل والحاجات دي. عندك طاجن صغير زي ما انا عندي كده يا دوبك عكواية واحدة تعملي بيها نفس المكونات اللي انا حطيتها حسب كمية العكاوي اللي عندك. بص بقى بعد ما حطيت اللحمة حطيت نفس التوابل، رشة برضو ملح، فلفل، حبهان، بهارات. مفيش اكتر بكده، بهارات لحمة بس بهارات اللحمة تكون رشة خفيفة. بصوا انا عملت ايه. كل طبقة بعمل الحركة دي عشان يعني لان انا حاطه البصل من تحت وبعدين اللحمه في النص وبعدين الخضار من فوق، فالملح مش هيحصل بعضه والتوابل مش هتحصل بعضها. لازم كل طبقه تحطي رشه من التوابل. فاهمين قصدي؟ بعد كده هنحط البطاطس بقيه الخضار بقى وهنحط الفلفل اللي احنا قطعناه بالطريقه دي. اصل سهله جدا مفيش حاجه، كله ني في ني. لا هتحطي حاجة على البوتاجاز تسويها قبل ما تحطي في الطاجن، لا كله ني في ني وهيطلع احلى طاجن هتاكليه وهتعمليه من ايدك. هنا بقى هبتدي ارص الفلفل الرومي. طبعا حسب ذوقك بقى، ترصي الاخضر الاول، الاصفر الاول، الاحمر الاول، حسب انتي عايزة ايه. بحاول كده اظبط الخضار عشان يطلع المنظر حلو في الاخر على وش الطاجن، لان الفلفل الرومي صغير والفلفل الاصفر كبير، فلازم الواحد ينسق الخضار وهو بيحطه. كده خلصنا الخضار.
هنعمل بقى كالآتي. هنعمل ايه بقى؟ لازم نزود مية. ليه؟ عشان اللحمة تستوي. هنزود 1.5 كوباية مية. هنحط 1.5 كوباية مية على الطاجن. هو انا محتاسه ليه؟ عماله عماله اشيل فلفل واحط فلفل. مش عاجبني المنظر، لازم اظبط. هنا حطينا الفلفل وظبطناه، مش عايز يخلص خالص. كل ما احط اشيل، كل ما احط. ايه ده ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. انا احط بقى في الفلفل الاسود والتوابل زي ما انا قلت لكم كلها، كل نوع رشه صغيره. بصوا، رشات صغننه كده. خلاص كده. هنجيب بقى بعد كده الميه، هنحطها 1.5 كوباية. ما نكترش زيادة عن كده، لان اللحمة مش عايزاها يعني صيصة، لان في الفرن بتستوي على نار حلوة، فهتستوي كده كده هتستوي، فما نكترش المية. هنبتدي بقى نحط المية اهي، 1.5 كوباية. ادي كوباية، وهنحط معاها نص كوباية. طبعا هنضغط بايدينا كده عشان نضمن كله محصل المية. هنحط نص كوباية تانية. وكده خلصنا الطاجن، مكونات الطاجن. بص، بشوف المية عاملة ازاي، بميلها كده بشوف المية لحد فين. كده خلاص الطاجن. هنجيب بقى، انا ما كانش عندي ورق زبدة، كان عندي الرول البلاستيك اللي احنا بنغطي بيه الاكل دوت، نفع الصراحة. هجيب منه واغطي الطاجن زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هنا جبنا الرول اهو، بص عاملة ازاي. اه، نفع بديل الورق الزبدة. اه، كل ده ليه؟ عشان من الاكل او الخضار او الطاجن ما يلمس الورق الفويل اللي انا هغطي بيه، اللي احنا زي ما احنا عارفين ورق الفويل لو لمس الاكل ضرر الصحة. هنجيب بقى الورق الفويل وهنبتدي نغطيه بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده. نغطيه كويس جدا ونقفله من الجوانب عشان البخار ما يخرجش من ايها فتحة في الجنب. كده خلاص اهو. كده خلص الطاجن العكاوي. هنحط بقى في فرن على درجة 190 درجة، 190 درجة، ونسيبه بقى في الفرن لحد ما يخلص خالص وتحس انه استوى. هياخد حوالي من 2 ل2.5 ساعات حسب العكواية، لو كانت كبيرة او صغيرة هيطلع بالمنظر الجميل ده. بص الخضار عاطي منظر حلو ازاي، واللحمة تحتيه او العكاوي تحتيه عاملة ازاي. يلا قومي اعمليه وجربيه بنفسك. ولو جربتي الطاجن العكاوي بالطريقة دي اكتبي لنا في التعليقات رأيك، وما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا الأصلية، وبالهنا والشفا.